السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كويزين نينا دي زاد مواصبة. الحمد لله، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. وش راكم خياتي؟ ان شاء الله تكونوا بيا صحتكم لاباس. انا الحمد لله في نعمة. جيتكم اليوم خياتي بفيديو جديد، جبت لكم اجواء العيد والتحضيرات تهبل. راح نحضروا مع بعض الكعك السوري بطريقة سهلة وبسيطة، وشاركتكم خياتي صبيحة تاعي كيفاش جازت في يوم الجمعة. خياتي كامل وش درت في صبيحة، وش طيبت، وش درنا. المهم بقاو معايا خياتي وديروا لي جام هكا باش تكبر القناة تاعنا. ولا كنتي اول مرة تشوفي لا فيديو تاعي ديري لي هذاك الجام وكومونتير واشتركي في القناة هكا. بيان سور فضلا وليس امرا. ونبداو خياتي فيديو تاعنا على بركة الله. كيما راكم تشوفوا بديته لكم بصبيحة تاع اليوم الجمعة. كنت طيبت القهوة والله الله مع ولادي وكامل. كنت درت شوية هكايا عجين في الليل دلكتو مع الصباح برد، درت غير شوية هكا قسمة نشربو نص قهوة، وكان ما عنديش واش نص قهوة وقلت يلا ندير شوية هكايا، ندير حبيبات معارك ومع الزوج يحبهم بزاف، هيا قلت نديرهم له. المهم خياتي طيبت غير 7 حبيبات كيما راكم تشوفوا، جاو ما شاء الله. فوالا حطيت لهم سربت لهم القهوة وبدينا نشربوا. تعجبني اللمة تاع القهوة كي نكون مع الزوج وولادي. المهم خياتي من بعد الزوج قلت له روح جيب لنا الرشته هكا باش نطيبوها نفطروا بها، توحشتها. المهم قلت له جيب لي تاع الدار اللي يخدموها باليد. مي ما لقاش قال لي لقيت هذه تاع المصنع نورمال. قلت له معليش واش عليه، هذه تاع واسمو تاع الماشينات كامل تجي شويه خشينه مي نورمال. خدمتها جات بزاف هايله. تبعوا لا فيديو خياتي. المهم كيما راكم تشوفوا كان جاب لي كيف هذا الخوخ اللي يجي ملقم، هذا نحبه بزاف. وجاب لي هذا الخوخ العادي كيما راكم تشوفوا، لو خرج حلو بزاف على هذا الخوخ العادي. المهم خياتي كان شرى لي هذا ما كان. قلت له كانت عندي الخضره يعني قسمه نطيب بالرشته وكامل، قلت له ما كان له تجيب لي. خلينا نكملوا بواش عندنا هكا باش نشرو خضره فريشكا للعيد. راح نشارككم اجواء خياتي، تبعوا الفيديوهات كامل الجايين، حنشارككم خطوات العيد كامل شو راح ندير. المهم دزت الفطور تاعي، نقيت الخضره وكان عندي الدجاج في الفريجيدان بيان سور، جبدته هكا ديكونجليتو، حطيته في القدره كيما راكم تشوفوا. درت شويه سمن شويه تاع الزيت. المرقه تاعي تخرج بزاف هايله وتخرج بنينه تاع الرشته. درت قطعت حبه بصل دي بتيدي كيما شفتوا. رحيت شويه هكا تاع حبه تاع اللفت نص حبيبه صغيره. درت عود قرفه، درت الملح وفلفل الكحل خياتي. الخضره درت الكورجات، درت زروديه ودرت اللفت. بيان سور لازم اللفت يكون في الرشته. هذه هي الخضرة اللي نديرها. وكل واحد كيفاش يطيب الرشته تاعو. مي لازم تديروا اللفت في القدره تاعكم باش يعطيكم ديك البنه. فوالا درت لهنايا شويه تاع الحميصه ونمرق ونخلي كل شيء يتقلب بيان. من بعد نمرق لي زيبيس، ديروا غير العود تاع القرفه باش تجيكم المرقه بيضه، وديروا الفلفل الكحل. هذا ما كان خياتي. وشعلوا على العود مرقوا بالماء وخلوها طيب في عقلها خياتي. انا توجور الطعام تاعي ولا الرشته نفورو على المريقه. فوالا هنايا الرشته تاعي فتحتها، شوفوا كيفاش دايره، هي صفرة ما شاء الله خياتي، ولا غرجت بزاف بنينه كي طيبتها. مي اعرفوا برك كيفاه ديروا تشمخوها وكيفاه تشربوها هكا باش ما تجيكمش يابسه وتبقى كم فاهميني خياتي. المهم ما درتش كامل الكيلو هذاك، درت قس كميه واش حسب افراد العائله تاعي. فتحتها تتنفتح فاصيل كيما راكم تشوفوا. ندهنها بشويه تاع الزيت واحد زوج مغارف ولا هكايا. ندهنها باش هذه التفويره الاولى خياتي توجور ندير لها المبتدئات. نحلها غير بشويه تاع الزيت هكايا ونديرها في الكسكاس. الكسكاس توجور كيف ندير له شويه تاع الزيت هكا باش الرشته ما تلصقليش في الكسكاس، الرشته ولا الطعام ولا الشخشوخه. توجور دهنوا الكسكاس تاعكم بشويه تاع الزيت باش ما يلصقش خياتي في الوسمون. هذه هي. ندوه يفور التفويره الاولى رشت انا نفورها 3 فوا. فوالا لهنايا درتها تفور. من بعد كي فارت لي نجبدها نحطها هكا في القصعه تاعي في الجفنه. ندير عليها شويه تاع الملح ونقلبها هكا في الجفنه ونشربها غير بشويه تاع الماء. ما ديروش سخون ولا عادي دافي، بداو تشربوا فيها غير بشويه وانتوما تشوفوا اذا خصها ولا لا، تبان لكم عندكم ميزانكم.
فوالا تبداو ترشوا فيها غير هكا بيديكم وتفتحوا فيها. لهنا راح تكون شويه سخونه خياتي، تبداو تفتحوا فيها غير بالعقل، وحدها راح تشرب لكم، تخلوها هكا تريح واحد شويه، من بعد تعاودوا ديروها في الكسكاس وديروها تفور للتفويره الدوزيام. يعني ما كاش ما اسهل من هذا الرشته، يعني في وقتها حتحضريها. لهنايا بزاف عليها قلت ما نزيدلهاش، نخليها تريح واحد شويه باش نشوفها اذا شربت ولا لا. لا تبان لكم عادي باللي تشرب ولا لا لا. المهم خياتي تبقاو تفتحوا فيها، راكم تشوفوا ما تخرجش كامل المعجنه وتخرج لكم هايله. هذه هي خياتي، درتها لهنايا كيف كيف نعاود درتها باش تفور لي التفويره الدوزيام. التفويره التاليه انا توجور ندير لها المريقه تاع الدجاج، نحي حد شويه هكا عليها ونزيد نديرها في التفويره الطروازيام هكا باش تعطي لكم هذيك البنه كي تكونوا تاكلوا فيها. سينو الا كنتو دايرين بزاف ما ديروش كامل فيها المرقه تاع اللحم، برك اذا كنتو عارفين بلي راكم حين تاكلوها اللي تمرقوها بالمرقه تاع الرشته. لهنا ها هي لي بعد ما فارت لي التفويره الدوزيام فرغتها في الجفنه، درت لها شويه تاع المريقه هذيك، نحيت شويه واحد الغراف ولا نص غراف، وبديت ندير خياتي. نتوما المبتدئه ديروا غير بشويه باش تبان لكم باش ما يتعجن لكمش الرشته. فوالا لهنا تبداو ديروا فيها هكايا تشوفوها الا راهي طريه ولا لا لا. خلاص هذه هي، نفتحها كيما راكم تشوفوا، لهنا راكم تشوفوا بلي شربت. خليتها تريح كيف كيف دوكوت هكا واحد شويه هكا، ونديرها في الكسكاس ونديرها تفور خياتي. المريقه تاعي تكون طابت تجي سوا سوا مع الرشته كي تفور لي. هذه هي انا قلت لكم نفورها على الوسمو، الرشته تجيكم بزاف بنينه ما تجيكمش صامته، فهمتوا؟ واذا تحبوا الحار ديروا قرن هكا حار في المرقه ثاني تعطيكم هذيك البنه الشابه. من بعد خياتي نجزت لهنايا باش نفتحها. بعد ما فارت لي التفويره الطروازيام ندير لها هكا في الاخير مغرف نص مغرفه كبيره تاع السمن ونفتحها خياتي عادي. المريقه تاعي تكون طابت، فوالا ندهنها هكا غير بشويه تاع السمن بالخف راح يشرب كي تكون سخونه الرشته تشد شويه سخانه. هذه هي تفتحوها خياتي عادي. شاركتكم اليوم فطوري البسيط، قلت نشارككم هكايا واش درت لا جورني تاع الجمعه. فوالا نبدلو كل خطره واش نديرو. شاركتكم الرشته هكا المبتدئين تخرج لكم المرقه تاعكم بزاف بنينه، ديروها وتشوفوا كيفاش تخرج لكم واحد البنه. المهم سربت الافراد العائله تاعي هكا كل واحد طبسي تاعو، حطيت من هذاك الخوخ اللي جابو، حطيت المريقه هكايا وشهيتكم في الجنه خياتي. ولا هنا خياتي قلت نشارككم كيفاش نحضر أنا الكعك السوري بمقادير بسيطة. واش نسحقو خياتي؟ نبداو على بركة الله في الوصفة تاعنا تاع الكعك. ديروا 6 كيسان كيما راكم تشوفوا، يعني 6 كيلات كيما حبيتوا تكيلو كيلو. نكيلت بهذا الكيسان تاع أمولي، درت 6 كيلات تاع الفرينة، كيلة تاع الزيت وكيلة تاع السمن. السمن ما يكونش سخون وما يكون انا توجور نحطو في هذا الوقت نحطوه برا، يعني برا على الفريجيدار، يعني يكون شويه طري ما تخلوش ما تجبدوش من الفريجيدار يابس من بعد ما تقدروش تفتحوه في الفرينه تاعكم. المهم خياتي كما قلت لكم نعاود لكم الوصفه. 6 كيلات تاع الفرينه بكيلة تاع الزيت بكيلة تاع السمن. نديرو مغرفة بومبي كبيرة تاع الجلجلان، مغرفة كبيرة تاع السانوج، مغرفة كبيرة كيف كيف تاع هذا زريعة البسباس، وديروا نص مغرفة كبيرة تاع الكركم. فوالا من بعد نبداو نخلطو كامل هكايا، نبسسو هذيك الفرينه ندخلوها كامل مليح مليح مع السمن والزيت، يعني تدخل مليح هذيك الفرينه في الوسمو. لهنايا جيت نزيد شويه تاع الكركم، قال لي الزوج ديريها شويه تكون صفراء هكا باش تعطي لها لون شباب، وكان خاصها شويه يزدت لها. المهم خياتي نبقى ندعك فيها كيما راكم تشوفوا، نبدا ندخل كامل المكونات في بعضها. نحط اليد تاعي بجهه ونجيب كاسرونه هكا صغيره ندير فيها كاس تاع السكر مع كاس حليب هكا باش نطم به العجينه تاعي. لهنا يعني درتها في الكاسرونه هكا باش يذوب لكم السكر. نحكم الفوي تاعي ونبدا نخلط حتى يذوب لكم السكر وتجمعوا به العجينه تاعكم عادي. يعني هذه ما كاش ما اسهل من هذا الحلوه. والزوج قال لي لازم تديريها لي هكا مع لاتاي وكامل مع العشيه ولا صبيحه تاع العيد، يبغي الحلوى تاع السوريين. اي انا لبيت له الطرب تاعو خياتي. لهنا شوفوا كي تبداو تتجمعوا تبان لكم العجينه جاريه مي با مي نو عادي، غير تبداو تلموا فيها
تتنجمع لكم، تولي العجينة تاعكم طرية وماشي جارية، يعني دوك تشوفوا كيفاش تخرج النتيجة تاعها. المهم خياتي بقاو معايا حتى النهاية، راكم تشوفوا كيفاش خرجت لي الحلوى تاعي والشكل تاعها النهائي وكيفاش راح نشكلها. لهنا شوفوا كيفاش العجينة تاعي نوري لكم فيها الطرية ما راهيش جارية، قلت لكم باللي عادي ما تخافوهاش كامل تبان لكم جارية مي هي نو تشرب. شوفوا لهنا يعني نوري لكم عن قرب خياتي. المهم نبدا نشكل معاكم الحبيبات تاع الكعك بطريقه سهله وبسيطه. فوالا انا ولا غير هذه الوصفه شفتها من عند واحد القناه سوريه عندها بزاف، ملي تزوجت بزوجي توجور ندير له هذا الكعك يعجبو يفكروا في ايامات سوريا وفي الكعك تاعهم تاع الحلوه تاع العيد. فوالا انا نحب ندير له، وشوفوا الطريقه كيفاش تحكموا شويه هكا باليد تاعكم، تفتحوها تلووها كامل على البلون دو طرافاي تاعكم وتدوروها عادي تشكلوها الشكل تاعها، ما ديروهاش كبيره وما ديروهاش صغيره. هذه هي شكلتها حبيبات كعكات كيما راكم تشوفوا، وتحطوها في السنيوه تاعكم اللي راكم حتدخلوها للفور. ولا هنا هذا هو بعد ما عمرت السنيوه تاعي، شوفوا لي كيفاش خرجوا ما شاء الله. بقاو خياتي راكم راح تشوفوا كيفاش خذات اللون الذهبي. فوالا لهنا بعد ما طابت لي كيف طيبوها من التحت على نار قليله 170 درجه، من بعد شعلوا لها من الفوق باش تحمر لكم تكتسب شويه هذاك اللون الذهبي وطفوا عليها خياتي. فوالا انا بعد ما طيبت كامل الكعك تاعي شوفوا لي كيفاش خرج، بسم الله ما شاء الله شهيتكم في الجنة. ولا انا خياتي كنا وصلنا لافان تاع لا فيديو، حبيت نقول لكم استنوني في الفيديو الجاي لانه راح يكون فيه اجواء اقوى بزاف وتحضيرات وحوايج يهبلوا ان شاء الله. نشارككم كل تفاصيل العيد خطوه بخطوه، وحبيت نقول لكم ديروا لي جيم كومونتير شباب وحلو كيما نتوما، ونقول لكم بقاو على خير خياتي وتهلاو في روحتكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه.